السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. بقالي كتير ما صورتش ولا طلعت معاكم. والله الشتاء، البرد مخلي الواحد مش قادر. يعني حتى لما باجي اطلع اعمل اي حاجة، يعني اعملها لكم ولا حاجة، ابص الاقي نفسي ان انا ايه بقى، مش قادرة خالص، بردانة ومش قادرة اقف كده يعني. ايديا اسمرت خالص، ايديا اسمرت من سواقه العربيه. الشمس على طول ضاربه في ايدي وانا سايقه، مش عارفه اعمل لها ايدي. ما بعرفش البس جوانتي في ايدي، ان انا بصوا اسمرت ازاي، ان انا اسوق بيه. ما اعرفش الاقي الجوانتي بيزحلق ايديا، ما اعرفش اسوق. المهم يعني انا بقى قاعده بردانه وقعدت افكر اعمل ايه. طبعا في اكلتين اهم حاجه بناكلهم في الشتاء. الاولانيه العدس، وده الضروري والاهم حاجه اللي احنا بنعملها في الشتاء. كل الناس بتاكل عدس في الشتاء، معروفه يعني. والحاجه التانيه الكشري. فقعدت افكر اعمل كشري ولا اعمل عدس. انا زهقانه ومش عارفه اعمل ايه. بس احنا بقى طبعا كله زهق من الفراخ واللحمه والسمك والمكرونه البشاميل والجلاش باللحمه المفرومه والمحشي فقلت النهارده اعمل ايه. جبت العدس اعمل كشري، وجبت عدس اعمل عدس اصفر. بس قلت بقى الاحلى والاجمل النهارده العدس الاصفر. انا قاعده بردانه زي ما انتم شايفين كده، لابسه بوفال وبردانه ومتكتكه. فقلت ايه احلى حاجه اعمل عدس عدس اصفر. احلى حاجه هي ليه تكاته وحركاته كده. وطبعا مش كل بلد ليها شكل في اللي هي بتعمله بيه. يعني في ناس بتعمله بتسبيكه، وفي ناس بتعمله اصفر كركم كده خالص، وفي ناس بتحط له طماطم. انا من النوع اللي بحط له طماطم، يعني احط له بصل وطماطم، واحط له ورق لوري، واحط له حاجات كتير. تبص تلاقي طعمه وريحته ايه فظيعه بقى. طبعا فوق كل ده لازم احمر له شعريه واحطها عليه، بتعمل بقى طعم وريحه مش قادره اقول لكم. يعني في ناس بتعمله كده وتعمله فته، وفي ناس تحط له شعريه. كل واحد ومزاجه، وكل بلد وطريقتها بقى. مش عارفه البلاد التانيه بتعمله ازاي. ما علينا، احنا نعمل العدس بتاعنا النهارده الحلو. بص انا جبت ايه بقى، نص كيلو عدس، وقلت ايه اجربه. اعمل بقى اشوف النهارده عيالي هياكلوا عدس ولا هيبعتوا يجيبوا بيتزا كالعاده. كل ما يزهقوا ما يحبوش الاكل يبعتوا يجيبوا بيتزا، يجيبوا حواوشي، يجيبوا كنتاكي، بيشكلوا. طبعا احنا النهارده الدنيا بارده قوي، يعني ما اعتقدش هيقولوا لا على العدس. هناكل عدس، تعالوا نعمل العدس ونشوف هنعمل ايه. بصوا بقى معايا، انا هبتدي ان انا اغسله هو الاول. نغسل العدس الاول وبعدين نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. واحدة من متابعيني بعتلي على الصفحة بتقول لي ايه، بتقول لي يا امل هو انت بتحطي الحسنة اللي انت حطها تحت شفايفي دي ايه؟ انا مش حاطة حسنة، انا دقة حسنة هنا وحسنة هنا. دقاهم ثابتين، يعني مش بعمل وقتهم بحط ولا حاجة، عادي. خلينا ندفع بالعدس بتاعنا الجميل. عايزه اقول لكم حاجه بقى، الناس كلها مقاطعه الفراخ ليه؟ ما احنا كده كده بنشتري غالي رخيص، هنشتري هنعمل ايه يعني؟ مجبر اخاك لا بطل. مفيش حد مش هياكل فراخ. اللي بيقول لك مقاطع الفراخ ومش مقاطع الفراخ، هنشتري هنعمل ايه يعني؟ مجبر اخاك. يعني تاكلوا بقى وتجيبوا.
تجيبوا فراخ وتاكلوا فيها. مفيش حد هيقطع الفراخ ولا حد هيبطل ياكلها. انا قطعت لها طماطمايه، قطع له كمان بصلايه، انا فوجئت بكل حاجه غليت، كل حاجه. يعني انا ايه، كنت نازله اشتري شويه حاجات للبيت وكده، فوجئت ان ازازه الزيت بقت ب70 جنيه، اللي هي اللي ايه ده، ايه الاسعار اللي بقت فظيعه دي. كل حاجه غليت، كل حاجه غليت. كيلو الرز بقى 22 جنيه. بس انا ما كنتش بعرف بقى الاسعار دي عشان كنت ساعات بجيب كميات، فما كنتش بعرف ان الاسعار عليت قوي كده. خدت بالي وانا بقى ايه بجيب طلبات البيت، خدت بالي ان الفاتوره عليت شويه، وانا هي الطلبات اللي انا بجيبها كل مره لقيت الاسعار عليت قوي. فوقفت على الكاشير، رجعت الراجل بساله، فلقيته بيقول لي يعني خزعبلات بصراحه، ايه الاسعار الفظيعه دي. يعني انا اول مره اشوف كده. يعني هو احنا فين؟ ده احنا في مصر يا جماعه مش في امريكا. يعني الاسعار الفظيعه دي ايه؟ الناس هتعمل ايه؟ الناس الغلابه يعني مثلا هيجيبوا منين وهيدفعوا ايه يعني مثلا شويه طبيخ عشان تطبخ، واحده ست امكانياتها على قدها ولا حاجه هتجيب لعيالها مثلا كيلو لحمه، بلاش كيلو، هتجيب لهم نص كيلو لحمه. يعني نص كيلو لحمه دلوقتي اللحمه بقت داخله على 200 جنيه، وهي فعلا ب 200 جنيه هنا. يعني هتجيب اللحمه ب 100 جنيه النص كيلو، والرز ب 22، والقوطه ب 15 ولا ب 12، والخضار ب 20، والمش عارفه ايه. يعني دخلت لها في 200 جنيه طبخه لاولادها، وكمان نص كيلو مش كيلو لحمه. حرام والله حرام. انا بستغرب والله. بس حكايه ان احنا نقاطعهم ما نجيبش وما نعملش دي مش هنعرف. يعني مفيش حد هيشجعنا على كده ابدا، ولا هتلاقوا حد واقف يقول لا ما تجيبوش وقطعوا قطعوا الفراخ وقطعوا البيض وقطعوا. لا يا جماعه، المفروض في حد بيتكلم عننا بلساننا في مجلس الشعب، بيقول راينا، في نواب وفي ناس بيتكلموا عننا، ما يقولوا يا جماعه ان الاسعار عليت قوي وغليت على الناس الغلابه. الاسعار بقت فظيعه قوي والله صراحه، كل حاجه غليت، كل حاجه، حتى القليل بقى. يعني الحاجات اللي كانت بتتباع بالحنين كده عليت قوي على الناس يعني بتشتكي، تقول ان يعني الاسعار بقت فظيعه. ايه ده؟ تعالوا معايا يلا نعمل العدس ونشوف. يعني انا النهارده قلت اعمل العدس، وانا عارفه ومتاكده ان اولادي بالليل هيقولوا عايزين ناكل حاجه تانية اكيد. يعني ما بقشر توم اهو، وانا عارفه هيعملوا ايه، بس انا هعمل. عايز ياكل، مش عايز ياكل هو حر يطلب اللي هو عايزه. اخر ما يسقعوا يلاقوا الدنيا برد ومتكتكين هياكلوا العدس. والله انا زهقت من اللحمه وزهقت من الفراخ. انا اساسا مش عارفه بقيت بقرف من الفراخ اليومين دول ليه. يعني بقيت باكل لحمه اكتر من الفراخ، كبده، سجق، برجر، بفتيك، بانيه، اي حاجه تانية غير ان انا اكل فراخ. يعني بقيت بغسل الفراخ زي الفل وبخليها قشطه وانا اللي غاسله بايدي، وفي الاخر اقرف مش عايزه اكلها. يعني انا بخليها فله، اغسلها بالليمون والخل والملح والدقيق عشان الزفره، واخليها زي الفل، وفي الاخر ابص الاقيها قدامي مش عايزه اكل، قرفانه منها. حتى البلدي، يعني انا كنت بجيب البيض عشان اشويها، مثلا فراخ بيضه، اجيب فراخ ليا كيلو ونص عشان تستوي حلو وما تاخدش وقت في التسويه، واجيب اللي هي قولوا معايا
الكبيرة عشان لو هعمل اكل يعني هعملها في الفرن ولا كده يعني، او هحمرها، اسلقها احمرها، ابص الاقي نفسي ماليش نفسي ليها، قرفانه منها. يعني هي كده كده انا مقطعاها من غير ما حد يقول لي قطعي ولا حاجه، مش هقطعها. هي قطعه نفسها معايا، انا مش هقطعها ولا حاجه، هي متقطعه معايا. اللي عاوز ياكل اي حاجه تانية مختلفه يعني يفكر بقى، يعمل مثلا اعملوا بقى الحاجات الخفيفه، كبده بالرده، بفتيك، برجر، سجق، مكرونه بالصلصه، مكرونه بالصوص الابيض، يعمل لحمه في الفرن كده زي طاجن بالبصل، يعمل مثلا طاجن لسان العصفور باللحمه، يقطع حتت صغنططه كده ويعملها في الفرن طاجن. يعني يفكر لها، اعملوا اي حاجه مختلفه جديده، مش على طول محشي وحاجات المعتاده بتاعتنا، الطبيخ والرز والمكرونه يعني جددوا، اعملوا حاجه، اعملوا لازانيا، اعملوا، هو مش لازم يعني عشان تعمل تجيب مثلا اغلى حاجه واكتر حاجه، ولا يعني بالحاجات البسيطه ممكن تعمل اكله، او ممكن تعملي اكله لاولادك تشبعهم من غير. اعملي قرنبيط، مايل القرنبيط جميل، اسلقيه وحطيه، اعملي له تتبيله واقليه هيبقى تحفه. كشري، ماله الكشري جميل يعني. شكلي علشان الدنيا تمشي لحد ما ربنا يأذن والحاجة ترخص وتبقى في متناول ايدينا ونقدر نشتريها لأولادنا ومن غير أي مشاكل، ومن غير ما حد يعني يبقى متضرر. والله العظيم صعبوا عليا قوي يعني، لما سألت في السوبر ماركت على الحاجات اللي لقيتها اوفر قوي وأسعار يعني حرام بجد، حرام. في ناس يعني مش ما تقدرش تشتري الأسعار الفظيعة دي. ربنا يهون ويصلح الحال، وارجع للعدس الجميل بتاعي. واقول لكم بقى ايه، اشوفكم بخير، يا ريت تدوسوا لايك وما تنسونوش بقى في الشير واللايك وظبطوني. باي باي.